أشرف صبيحة اليوم الأحد 21 من سبتمبر 2025 ولي ولاية تلمسان السيد يوسف بشلاوي على افتتاح الدخول المدرسي لموسم 2025 إلى 2026 على مستوى الثانوية الجديدة 200 على 800 ببلدية عين فزة دائرة شتوان، حيث تمت المراسم بحضور السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، نواب البرلمان بغرفتيه، السلطات الأمنية والمحلية، أعضاء المجلس الشعبي الولائي إلى جانب إطارات الولاية. وأكد السيد الوالي أن أزيد من 306,000 تلميذ التحقوا اليوم بمقاعد الدراسة عبر مختلف الأطوار التعليمية، ابتدائي، متوسط وثانوي، موزعين على 794 مؤسسة تربوية، منها 552 مدرسة ابتدائية و173 متوسطة و96 ثانوية. كما أشار إلى أن الولاية ستعرف خلال أشهر سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر 2025 استلام عدة مشاريع تربوية جديدة تتمثل في 13 مؤسسة تعليمية، إضافة إلى 81 قسم توسعة على مستوى الابتدائي و56 على مستوى المتوسط. وفي مجال الإطعام المدرسي سيتم استلام 34 مطعماً جديداً على مستوى الابتدائي بعد استلام 98 مطعماً خلال السنة الماضية، لضمان تمدرس التلاميذ في أفضل الظروف. آنس 24